السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا. فيديو النهاردة هنعمل فيه مع بعض وصفة من أحلى الوصفات الشتوية. هنعمل مع بعض القرنبيط، أو زي ما بيقولوا عنه كنتاكي الغلابة. هنعمله بطريقة سهلة بسيطة اقتصادية جدا. أتمنى من قلبي إنها تعجبكم، أتمنى أكتر إنكم تعتمدوها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. هنبدأ وصفتنا إن أنا اخترت زهرة من زهرات القرنبيط زي ما انتوا شايفين، وبصراحة حجمها كبير شوية لأني ناوية أعمل كمان وصفة تانية إن شاء الله هعملها لكم قريب، يا رب تعجبكم. هنبتدي نقطع القرنبيط بتاعنا، وفي التقطيع يا جماعة ده هيبقى يعني حسب ذوقكم، تقدروا تقطعوا بالأحجام اللي انتوا حابينها. أنا بس حبيت أوريكم إن الموضوع سهل زي ما انتوا شايفين. هقطع كل الكمية وهغسلها بمية جارية من الحنفية. في الوقت ده هحط على النار حلة ألمونيوم، بتبقى حلوة قوي في سلق القرنبيط، وهنزل فيها بمعلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الملح. ولما المية تغلي معانا زي ما انتوا شايفين هننزل بالقرنبيط بتاعنا، ولا أسهل من كده. أول القرنبيط ما بينزل على المية بتهدى، فبنستنى عليها ترجع تغلي تاني معانا، وتاخد بعد ما تغلي من 3 ل4 دقايق، وده بيبقى السوى المظبوط للقرنبيط. كده القرنبيط بتاعنا بقى جاهز زي ما انتوا شايفين. يلا بينا بقى نعمل الخلطة بتاعتنا. في بولة هنزل بمقدار 4 فصوص من الثوم. التوم بتاعي مهروس، عليهم معلقة من الملح. هنزل عليهم بحوالي معلقة من البقدونس فرمها ناعم. عدد 1 بيضة، ده بدرجة حرارة المطبخ، تقدروا تنزلوا أي كميات بيض انتوا حابينها. هننزل عليها بمعلقة صغيرة من الخل، وهنبتدي نقلب. طبعا انتوا عارفين انا بتحسس من البيض، تقدروا تحطوا اي كميات بيض زي ما قلت لكم. معلقة صغيرة من البابريكا، وده اختياري، ممكن تستبدلوها بالشطة لو كنتوا بتحبوا سبايسي. معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة من الكمون، نص معلقة من البصل البودر، وده اختياري إذا كان متاح عندنا، نص معلقة من البيكنج باودر. وهنبتدي نقلب الخليط بتاعنا زي ما انتوا شايفين، ولا أسهل من كده. بعد كده بقى هننزل بالمية، والمية بتاعتنا المقدار بتاعها 1.25 كوب من المية. المقدار ده مظبوط جدا. إذا ما كانش عندنا الأكواب المعيارية يا جماعة تقدروا تستخدموا الأكواب العادية، يعني مجات الشاي العادية مفيش فيها مشكلة. بعد كده هننزل بالدقيق، والدقيق هيبقى كوباية من الدقيق، عليها ربع كوباية من نشا الذرة زي ما انتوا شايفين معايا كده. وهنبتدي بقى نقلب الخليط بتاعنا، ولا أسهل من كده. بتمنى إذا كنتوا وصلتوا معايا لحد الجزء ده من الفيديو ما تبخلوش علينا بلايكاتكم الحلوة، شير للفيديو، اشتراككم في القناة تنورونا وتكبروا عيلتنا، ويا ريت أعرف رأيكم في الوصفة. يلا بينا بقى نجهز الكفر أو التغطية بتاعة القرنبيط. في بولة تانية هنزل بمقدار كوبايتين من الدقيق، عليهم ربع كوباية من نشا الذرة، نص معلقة صغيرة من الملح، وبنقلب الخليط بتاعنا، ولا أسهل من كده. بعد كده بقى هنبتدي ننزل القرنبيط بتاعنا في الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها، وناخدها بعد كده ننزل بيها في الدقيق علشان نعمل لها تغطية أو كفر كده. طبعا الزيت بتاعنا على النار، مسخنينه طبعا من قبل. بنغطي طبعا القرنبيط بتاعنا يعني تغطية كويسة زي ما انتوا شايفين. وهننزل بقى بالقرنبيط بتاعنا على الزيت. طبعا بنقلب القرنبيط بتاعنا كده على الجهتين لحد ما نتأكد انه اخد لون ذهبي زي ما هتشوفوا معايا كده. وطبعا هيبقى مقرمش معانا، مقرمش من بره حلو جدا، ومن جوه طري جدا، وتقدروا تقدموه زي ما انتوا شايفين. بتمنى بجد إن الفيديو يعجبكم. بتمنى اذا عجبكم ما تبخلوش علينا بلايكاتكم الحلوة. يا ريت تشتركوا في قناتنا وتنورونا وتكبروا عيلتنا. كمان عايزين شير كتير للفيديو. واستنوني دايما في المطبخ مع سنة. بحبكم. السلام عليكم.